هاي جايز، ازيكم؟ رمضان بالنسبة لنا يعني حلويات شرقية وكنافة وبسبوسة وقطايف، وكل يوم بناكل من الحلويات دي من غير ما نبص للسعرات الحرارية بتاعتها، لان بنكون صايمين وتعبانين وعايزين حاجات مسكرة. النهاردة هعمل لكم الكنافة بطريقة جديدة جدا، مولتن كنافة بالشوكولاتة، وكمان مولتن كنافة بكريمة اللوتس، وكمان بكريمة الفستق. هعملها لكم بطرق بسيطة وسهلة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وقبل ما ابدا في الوصفه، لو لسه ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعارات الفيديوز الجديده اللي انا بنزلها. وتعالوا نبدا في الوصفه. عندي كنافه هنا انا مخرجاها من الفريزر. هاتوا اي نوع كنافه انتوا حابينه، سواء تخينه او رفيعه مش فارقه، لان كده كده هنطحنها في الكبه. طحنتها في الكبه لحد ما بقت ناعمه معايا خالص كده. اهم حاجه تتاكدوا ان هي كلها نفس الحجم، ان هي تبقى ناعمه نفس النعومه. في طاسه غير لاصقه على نار متوسطه هرش من بخاخ الزبده او بخاخ الزيت منعدم السعرات. لو ما عندكوش ممكن تحطوا نص معلقه صغيره من الزبده او السمنه البلدي. وهبدا ان انا اقسم كميه الكنافه عليها علشان اتاكد ان كل الكنافه بتتحمص كويس، وان كلها متساويه في الطاسه زي ما انتم شايفين كده. هفضل اقلب فيها لحد ما الكنافه عندي تتحمص تحميصه حلوه وتبقى لونها جولدن او لونها ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. ده اللون اللي انا عايزاه، علشان كده قسمت كميه الكنافه عشان كلها تتحمص بنفس الدرجه. بعد كده، بعد ما خلصت كل كميه الكنافه، نزلت في بول عندي كبير وهحط عليه معلقتين كبار او 3 معالق كبار من شيره الحلويات اللي ما فيهاش سكر، او ممكن تعملوا القطر او الشراب بتاع الحلويات التقيل تعملوه في البيت. انا عملته لكم في وصفات قبل كده في قائمه وصفات حلويات رمضان. حطوا منه 3 معالق كبيره وقلبوا الكنافه كويس قوي لحد ما الكنافه عندكم تبدا تمسك. شايفين بدات تمسك نفسها. جبت عندي السيليكون شيت ده، ممكن تستخدموا الكب كيك، الصينيه بتاعت الكب كيك، بس ادهنوها او يعني لفوها من جوه بالكلينج فيلم او الستريتش اللي هو الراب، علشان تعرفوا تطلعوا الكب كيكس منها. انا هسويها بظهر الويسك بتاعتي اللي هو خشب. انا لقيت ان دي حاجه مناسبه. ممكن برضو تسووها بقعر كوبايه تكون رفيعه زي اللي انتوا شفتوها دي. وده المفروض يبقى شكلها النهائي. هدخلها التلاجة على محضر ال3 حشوات بتوعي. اول حشوه عندي هي حشوه البيستاشيو او الفستق. جبت زبده فستق ما فيهاش سكر خالص، طبيعيه 100%. حطيت عليها معلقه كبيره من الكريم تشيز او جبنه الكريمه اللايت، وهرش عليها معلقه صغيره من بشر او اللي هو الفستق مجروش. هقلبها كويس، ودي عندي هتبقى اول حشوه. هبدأ ان انا احشي الكب كيكس كده زي ما انتم شايفين باول حشوة عندي اللي هي حشوة الفستق. هتكفي معايا حوالي 3 وحدات او 3 حبات من الكب كيكس او المولتن. تاني حشوة عندي هي حشوة اللوتس، دي الحشوة المفضلة بالنسبة لي. هحط معلقة كبيرة من الكريم تشيز او الجبنة الكريمية، واحط عليها معلقة من زبدة اللوتس السايحة، وادوبهم واقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يوصل القوام يبقى كريمي ومفهوش كتل. اول ما توصل عندي كده هبدأ ان انا احشي بيها الكب كيكس او المولتن كنافة بتاعتي. اخر حاجة حشوة عندي هي النوتيلا اللايت. انا وريتكم نوع النوتيلا اللي انا بستخدمها، او زبدة البندق بالشوكولاتة. دي طبعا ما فيهاش سكر خالص وصحية 100%. هبدأ ان انا احطها في المولتن كنافة كابس بتاعتي لحد ما يبقوا عندي الاشكال بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخبط السيليكون شيت على الطاولة علشان اتأكد ان الفيلينج اتوزع كويس. وبعدين دي الكنافة انا فردتها على صينية عندي ولحد ما مسكت في بعضها. وبعدين بدأت ان انا اقطعها بالكوباية زي ما انتوا شايفين، واخد القطع علشان اقفل بيها الكب كيكس او الكنافة مولتن كيكس كده، واضغط عليها بايدي كويس قوي. هكمل كل الحبات عندي. شايفين متماسكة ازاي؟ تماسك الكنافة ده نتيجة ان انا استخدمت الشراب اللي هو الصحي اللي مفهوش سكر. فهبدأ ان انا اضغط بايدي عليها كويس قوي كده، واقفل كل الجوانب علشان لما اجي اقلبها في الطبق ما تفكش معايا. ده شكلها النهائي. حطيتها في التلاجة على اقل 2 ساعات، وده كان شكلها النهائي لما خرجتها من السيليكون. ورشيت عليها من فوق حاجة تبين الحشوة اللي جواها، اللوتس والنوتيلا والفستق. طعمها كان كتير 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 طيب.
مشكلتها الوحيدة ان انتوا مش هتعرفوا تبطلوا تاكلوها. السعرات الحرارية في القطعة الواحدة بتتراوح ما بين 124 كيلو كالوريز ل 150 كيلو كالوريز. طبعا ال 150 كيلو كالوريز دي هتبقى للفستق، لان الفستق هو صحي بس سعراته الحرارية عالية شوية، بس ده ما يمنعش ان هي صحية 100%. ما فيهاش سكر صناعي، ما فيهاش سمنة، ما فيهاش زبدة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.